كريم برجر اكس الموضوع بدأ باني كنت معدي من هنا وعملت فيديو، والحمد لله بفضل ربنا وفضل دعمكم الفيديو فرق معاهم. الفيديو الاولاني ما كناش عارفين نعمل عروض بسبب ان الدنيا ما كانش احسن حاجه، فدلوقتي جينا كلموني بعد ما الفيديو فرق معاهم الحمد لله، ويلا بينا اقول لكم على العروض بتاعتنا. هتيجي بقى يا معلم هتلاقي عمر صاحب المكان اصلا، هتقول له ان انت تبع عقليه، عامل لي فولو، عامل له فولو، عامل لهم منشن، تمام؟ هتاخد لو انتوا 2 هتاخدوا خصم 10% على اي حاجه تطلبوها، لو انتم 4 مع بعض غير خصم ال 10% هتاخدوا باكيت بطاطس بالجبنه مع الكبات، وولع الدنيا يا معلم. صح كده. خلصانه؟ مساء الجمال حبيب قلبي. ويلا بينا نطلب احنا ونستفاد بالخصم اول ناس. ودي حته باك فاير كده في اللذيذ منه، وده شكل اللحمه اول ما تطلع من على الفحم زي اول مره بتبوظ. انا قفشت الراجل ده هناك بياكل اهو، جه على اول فيديو نزلناه، فانت قول رايك. هو بيطلب الميكس اللي احنا بنطلبه على طول. الناس دي محترمه جدا والاكل ده حلو جدا جدا. يا قول رايك يا بيوجهوا مع اسطى. اي حد، بص صوصات وبطاطس بيوجهوا مع اي حد بالزياده. يا اسطى قول رايك عادي. لو قلت له عايز صوصات هيديك الازازه وانت ماشي اصلا. لا بس قول له عقليه. والله لا، ناس محترمه جدا والله العظيم، وحاجه زي الفل. حبيبي مساء الجمال. حبيبي. ونرجع بقى لخطوات تحضير ساندوتش الميكس اللي ما كنتش عارف اكله في الفيديو الاول، بس بقى المفضل بالنسبه لي هناك. طلبت اكس عادي فراخ وبرجر والميكس، ويمكن دي حاجه من المرات القليله اللي الاقي مكان بيحسن من نفسه بعد ما يتعرف، وطعم الصوصات اتحسن كمان للاحلى، وكمان الجبن بقى طعمها حلو جدا، وتتبيله اللحمه بقت احلى بكتير. وباكد عليكم ان اي حد هيقول لهم عقليه هياخد كبات صوصات ببلاش، ده غير الخصم، يعني انت متروق احلى ترويقه معروفه. لما بظهر يبقى اكيد في عرض. ده بقى الساندوتش اللي ما كنتش عارف اكله اول مره، بس خلاص بقى يا باشا بقى المفضل بتاعي هناك. روحوا جربوا البايك دي وعلى ضمانتي.